وصفة طبيعية، وصفة مجربة، وصفة مضمونة. افضل وصفة على الاطلاق تستخدميها لتفتيح ايديكي وكمان لإزالة تسبغات رجليكي بمكونات طبيعية. طب أنا يا سماح ماليش في المكونات الكتير علشان أنا ماليش أصلا خلق للوصفات الطبيعية. لا، ما أنا مدياكي 3 مكونات بس، 3 مكونات هتستخدميهم هيزيلوا أي تسبغات في إيديكي أو في رجليكي. ونصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصي يا ست البنات، انت هتجي الصيدلية تقولي له أنا عايزة حبايتين أسبرين ريفو. اسبرين ريفو بتاع الصداع بيحتوي على سلسله اسيد وبيقشر وبيزيل التسبغات وبيزيل الجلد الميت، واحنا مش محتاجين اكتر من كده. جبتي كده تدوبيهم كويس قوي، يعني تطحنيهم بالطحانه او بالهون. طحنتيهم وخليتيهم بودره، هتضيفي لي عليهم ايه؟ هتجيبي نص ليمونه وتعصريها كويس قوي عليهم وتقلبي كويس بحيث ان احنا ندوب الحبيبات بتاعت الاسبرين. عملنا كده خلاص، هتروحي على الحمام هتلاقي فيه المعجون بتاع الاسنان، هاتيلي معلقه كبيره من معجون الاسنان على الخلطه اللي احنا عملناها دي وقلبي لي كويس قوي قوي قوي، وسيبي لي الخلطه قيمه 10 دقايق. سيبي لما كل المكونات تندمج مع بعضها. مش الكسبانه صدقيني، وصفه طبيعيه، وصفه مجربه، وصفه مضمونه. البنات الجميله جربيها وانت الكسبانه. خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.